السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجو أن تسمحوا لي في بداية كلمتي هذه وباسم اللجنة المنظمة لهذا اللقاء أن أحييكم جميعا أعطر تحية، وأن أشكر لكم مشاركتكم الفاعلة تلبية لدعوتنا. فلقد أثلج صدورنا البشر والترحاب بل والحماس الذي غابل به كل من قدمنا له الدعوة تعبيرا صادقا عن مكانة الأخ دكتور نافع علي نافع في النفوس. وأرجو أن أتقدم لكم بأطيب التهاني بحلول الذكرى العطرة لمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذكرى التي تجسد فيها معاني السمو الروحاني ويتجلى في الاحتفاء بها ترابط وتسامح الطرق الصوفية بالسودان. ولعله من أعظم نعم الله على سوداننا الحبيب أن الشعب السوداني يتسم بالإلفة والمحبة والترابط والنزعة الدينية ونبذ العنف والجنوح للسلام. ولقد أسبغ سبحانه وتعالى علينا هذه النعم عبر تجانس فريد بين شياخات الطرق الصوفية وزعامات الإدارة الأهلية والقبائل، فكانوا نعم القدوة الحسنة لأنصارهم ومريديهم في احترامهم وتقديرهم ومحبتهم لبعضهم البعض. فانداح كل ذلك على مجتمعنا السوداني الذي لا يوجد فيه من لا يدين بالولاء لواحد منهم، فشكلوا بذلك وجدان الشعب السوداني الذي لم تستطع قوى الشر الداخلية ولا الخارجية بزرع الفتنة بين مكوناته أو المساس بوحدته. ضيوفنا الكرام، الجمع الكريم، تعد العدالة من أسمى القيم الإنسانية التي نصت عليها الشرائع السماوية في حمايتها وتوفير ضمانها لكافة البشر، فهي تشريع وأمر سماوي. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. والحرية صفة طبيعية تبدأ بمولد الإنسان، ولا يجوز الاعتداء أو المساس بها، فهي ضمان لإنسانية الإنسان وسلامته ولأهميتها في مسار الحياة. نصت على صيانتها كافة التشريعات والقوانين الدولية والإقليمية والمحلية. المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ضيوفنا الكرام، الجمع الكريم، الآن وقد غضى دكتور نافع علي نافع ورفاقه فترة تعدت 3 سنوات في الحبس دون مسوغ قانوني، فليس أقل من أن نتنادى لنقول بالصوت العالي: لست وحدك. فجميعنا نغب بقوة خلف مطلبنا الحق بتطبيق العدالة في حملة سيكون لقاء اليوم أول فعالياتها.